عيدونا بالشعارات وما تمشات وجات. عيدونا بالشعارات وما تمشات وجات. إذا تحية نضالية. اليوم جينا كجبهة اجتماعية مغربية في إقليم شتوكا أيتباها كسائر الأقاليم اللي خارجة اليوم. حوالي 60 مدينة وإقليم خارجين في وقفة احتجاجية من أجل الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية اللي هي متدهورة واللي كتجلى في غلاء الأسعار وارتفاع أثمان المحروقات، وكذلك أنه استمرار الدولة والحكومة في نهج سياسة القمع ويعني الاعتقال السياسي اللي مازال مستمر، وكذلك انهم هذه السياسه الاجتماعيه اللي دايره سياسه اجتماعيه لا تراعي المصالح ديال كافه الشعب المغربي. كذلك جينا نحتجوا على الاوضاع اللي هي محليه اللي كتعرفها الاقليم، من بينها ارتفاع يعني حوادث السير، وكذلك في صفوف العمال، كذلك تردي البنيات التحتيه في مجموعه ديال الجماعات اللي من الضروري خص المجالس الجماعيه تهتم بهذه الاشياء ديال المحليه وتوجد لها حل. لذلك حنا اليوم جينا كجبهه اجتماعيه وجديد باش نطالبوا يعني الدوله المغربيه باش انها تخفض الاسعار ديال المواد الغذائيه، وكذلك من اجل تاميم شركه لسامير وانها تعود الاشتغال ديالها باش نخفض الاثمان ديال المحروقات، وهذا غادي ينعكس ايجابا على القدره الشرائيه ديال المواطنين والمواطنات. جينا كذلك باش نطالبوا باطلاق اطلاق سراح كافه المعتقلين السياسيين والاعلاميين اللي هما مسجونين اليوم، وكذلك من اجل كنقولوا باش اطلاق يعني كافة أو يعني التراجع عن كافة المتابعات في صفوف المدونين. كنقولوا كذلك أنها الحرية للإطارات السياسية والنقابية والحقوقية باش تمارس العمل ديالها الحقوقي والمدني في هذه البلاد هذا، وبالتالي هذا معركة احنا مستمرين، هذه بداية مستمرين مع الشعب ومع الكادحين من أجل تحقيق هذه المطالب. هذا هو علاش خارجين، وغادي نبقاو خارجين إلى أن يتم التراجع عن هذه الموجة ديال الغلاء وهذه المشاكل الاجتماعية، وكذلك أننا من أجل أننا نحقق المطالب ديال الشعب المغربي في الكرامة وفي العدالة الاجتماعية. السلام عليكم، معكم محمد بورديد، فاعل حقوقي وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. اليوم الجبهة المغربية دعات للوقفة في جميع أنحاء المغرب، وحنا بدورنا كفرع شتوكا أيتباها لبينا النداء، وكما تشوفوا الحضور الحمد لله كاين. ومن هذا المنبر بغينا نقول للحكومه بركه راه هذا الشعب راه تقهر، راه ما بقينا قادين على هذا الشيء.